سلام خوتي ومرحبا بكم في القناة ديالكم قناة الشاهد. الحدث وإليكم التفاصيل. حميد المهداوي وجديده الآن. حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط صباح اليوم الاثنين على الصحفي حميد المهداوي مدير النشر موقع بديل بعام ونص ديال الحبس النافذ. كذلك حكمت المحكمة في الدعوى اللي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الصحفي بغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني. وكان الدفاع وزير العدل طلب في آخر جلسة قبل إدخال الملف للمداولة بالحكم على الصحفي المهداوي بأقصى العقوبات مع المطالبة بتعويض مدني قدره 10 مليون درهم اللي هي مليار سنتيم. كما طلب الدفاع وزير العدل إجراء افتحاص مالي لمداخل القناة الخاصة بالصحفي المهداوي في موقع يوتيوب وتحويل مداخلها بأمر قضائي لفائدة مؤسسات خيرية. عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة قدم شكاية اتهم فيها صاحب موقع بديل بالنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف العلني حسب مقتضيات القانون الجنائي.